السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في قناتي شيماء ابو المجد. فيديو النهارده بقى جميل جدا، طريقه حلوه جدا هنعمل بيها الطبق الجميل ده ما شاء الله بكل سهوله وبساطه وبكل التريكات اللي تخلي معاكي الطبق يطلع مظبوط جدا. اول حاجه هنعمل مع بعض عصاج اللحمه. هنحط شويه زيت صغيرين ونص معلقه بس صغيره من السمنه البلدي عشان تدي طعم للحمه بتاعتنا. ومعايا هنا بصل متقطع مكعبات وفلفل احمر واصفر واخضر. اول حاجه هنزل بالبصل وهحط عليه معلقة صغيرة من الملح، مجرد بس ان هو يتشوح تشويحة خفيفة. ومعايا هنا اللبن بتاع البشاميل اللي بغليه، وبعد كده اول ما يتشوح تشويحة خفيفة كده انزل بكل الفلفل اللي معايا. ولو في اي نوع مش عندك مفيش مشكلة عادي خالص. خلاص اللبن كان غلي، طفيت عليه وركنته بقى على جنب عشان يبرد معانا. هنا خلاص البصل والفلفل دبلوا معانا. هنزل بقى بنص كيلو من اللحمة المفرومة، وبعد كده تنزلي عليه بمعلقة خل كبيرة. معلقة الخل دي حلوة جدا بتقتل اي بكتيريا. وتقعدي بقى تشوحي في اللحمة لحد ما لونها معاكي يتغير. عايزة اقولك دي احسن طريقة تعصجي بيها اللحمة. الفلفل الالوان بيدي تسكيرة حلوة قوي للحمة، بجد بيبقى طعمها في منتهى الجمال. بتديها بقى تقليبات كده، تقعدي تقلبي فيها لحد ما كلها تغير اللون قبل ما نحط اي توابل خالص. شايفين الالوان جميلة ازاي بقى في اللحمة؟ بجد شكلها تحفة، كان طعمها حلو قوي. امشوا بكل الخطوات اللي انا بقولكم عليها دي، هتظبط معاكم جدا وهتطلعوا احلى صينية مكرونة بالبشاميل. حطيت نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ورشة من الشطة ونص معلقة صغيرة من الكمون، ودي ورق لوري وحبهان رشة كده، ورشة من السبع بهارات، ورشة من الثوم والبصل البودر. وهكمل تقليب. لو عايزة تضيفي بهارات لحمة او عايزة تضيفي اي توابل تانية مفيش مشكلة خالص، كل اللي انت بتحبيه تضيفيه. لو حابة برضو تحطي كده شوية من القرفة. معايا هنا بقى حبتين من الطماطم مقطعاهم مكعبات صغيرة، ومعايا كده قطعة من الصلصة نحطهم برضو على اللحمة واسيبهم بقى لحد ما يتسبكوا مع بعض كويس على نار هادية، واقلب فيهم برضو من وقت للتاني. العصاج بتاع المكرونة اللي بالبشاميل لازم نحط له طماطم او صلصة، بيدي طعم حلو قوي للمكرونة. حطيت نص معلقة بس صغيرة من السكر واكمل تقليب. وخلاص بقى اسيبهم يتعصبوا مع بعض. ده شكلها اهو تحفة ما شاء الله، جميلة قوي. خلاص خلصنا اللحمة، نركنها بقى على جنب ونبدأ نعمل البشاميل. نحط كده معلقتين او 3 معالق كبار من السمنة البلدي، ونحط عليهم 3 معالق كده من الزيت. انتي ممكن طبعا تعملي كل حاجة مع بعض في نفس الوقت، اللحمة تسيبيها تتسبك وتعملي على طول البشاميل. حطيت 6 معالق كبار من الدقيق، وهبدأ اشوح كده في الدقيق مع السمنة. كمية المواد الدهنية كويسة جدا مع كمية الدقيق. هتقلبي فيه لحد ما تشمي ريحة الدقيق بيتحمص معاكي. تحطي بقى رشة كده من الملح ورشة من الفلفل الاسود وتقلبي. هنا خلاص شايفين لونه بيتغير ازاي؟ ده اللون المطلوب. ننزل بقى عليه، ده كان كيلو من الحليب. انا بنزل وبكمل تقليب على طول. اللي كان في الطبق دول معلقتين من اللبن البودر، دوبتهم فيه شوية من المية
ونزلت بعد كده بنص لتر من الشوربة، شوربة لحمة او شوربة فراخ، اي شوربة عندك. ست معالق دقيق اخدوا معايا كيلو ونص من السوائل، كيلو من الحليب ونص من الشوربة. وطبعا القوام اللي انت حباه، لو حباه تقيل او خفيف، بس انا بحبه خفيف. المكرونة بتبقى جوسي وبيبقى طعمها حلو قوي، وكمان بتبقى خفيفة كده وحلوة. اول ما يبدأ يغلي معاكي كده من الجوانب، خلاص تطفي عليه ويبقى جاهز معانا. شايفين القوام مظبوط جدا. نشوح بقى معانا البط. خلاص احنا جهزنا اللحمة وجهزنا البشاميل، فاضل بس ان احنا كمان هنسلق المكرونة بس اما نخلص البط. حطيت هنا نص معلقة صغيرة بس من السمنة البلدي، تدي طعم حلو قوي للبط، وكام فص من المستكة. الدهون قليلة لان البط طبعا دسم فبينزل دهون كتيرة جدا. حطيت ورقتين من اللوري وعود من القرفة، 3 فصوص من الحبهان، و3 وحدات كده من الكباب الصيني. الكبيبة الصيني برضو بتدي ريحة حلوة قوي للأكل. ننزل بقى بالبط بتاعنا المغسول والمتنضف الجميل ده ما شاء الله. نشوح فيه كويس بالشكل ده اهو. نسيبه طبعا على نار عالية لحد ما يتشوح من جميع الجهات. طبعا لو في ريش في الجلد او كده انت بتحاولي بقدر الامكان تنضفيها كويس، وكده كده انت اللي بتستغني عن الجلد يعني مش بيتاكل، بس بتحاولي بقدر الامكان تنضفيها كويس جدا. هنقعد نشوح فيها بقى بالشكل ده لحد ما تاخد لون من جميع الجهات. عايزه اقول لكم ريحته بقى كانت تحفه بجد، كان قالب ريحه البيت، ريحته كانت حلوه قوي. طبعا بط بلدي فالريحه بتبقى قويه وريحته في منتهى الجمال. شايفين اللحم ما شاء الله احمر وجميل ازاي. وعايزه اقول لكم ان هو بينزل كميه كبيره جدا من الدهن، ممكن تستخدميه تصفيه وتستخدميه في اي حاجه تانية، بيدي تيست حلو جدا. هنشوف مع بعض دلوقتي هنعمل ايه. نغطيها ونسيبها بقى لحد ما تتشوح، هتلاقيها دخلت كمان في سوا. شايفين بقى هنا بعد ما اتشوحت قعدت حوالي ساعة الا ربع. هحط لها رشة من الجنزبيل البودر، ورشة من الفلفل الاسود، ورشة صغيرة من الكمون، ورشة من السبع بهارات، وشوية من ورق اللوري والحبهان المطحون. وهغطي واسيبها تاني حوالي ربع ساعة. معايا هنا حلة حطيتها على النار تغلي عشان نسلق فيها المكرونة، حطيت فيها معلقتين صغيرين من الملح واغطي واسيبها تغلي. هنزل ب650 جرام من المكرونة، هنديها تقليبة عشان ما تعجنش طبعا لان احنا مش بنغسلها بعد السوا. المكرونة بتاعت البشاميل مش بتتغسل، هتديها تقليبة بالشكل ده. دي شكل المكرونة اللي انا بستخدمها، بتبقى ارفع من العادية، بتبقى رفيعة شوية. هنا سبت البط حوالي ربع ساعة كمان. عايزة اقول لكم ان هو تقريبا كان استوى 3/4 سوا، اخد لون جميل ونزل كمية كبيرة جدا من الدهن. نصفي بقى كمية الدهن دي عشان الشوربة هتبقى دسمة جدا معانا. ممكن تستخدميه طبعا او ممكن ترميه، اللي انت حباه.
اهم حاجة انك تصفيه عشان الشوربة بس ما تبقاش دسمة معاكي، وعايزة اقولك انك هتصفيه والشوربة هتبقى دسمة برضو. وطبعا شوربة البط بقى حاجة كده في منتهى الجمال. هغطي بقى كل البط بمية بتغلي، لازم طبعا احط مية بتغلي، ما كنتش حطيت الكبدة بتاعة البط بقى حطيتها، وهغطي واسيبها لحد ما تستوي معانا. صفيت المكرونة طلعتها 3/4 سوا، هنزل عليها بشوية كده من البشاميل، حوالي ربع الكمية، وهنزل بحوالي ربع الكمية كده من اللحمة المفرومة، واقلبهم مع بعض كويس. الخطوة دي حلوة جدا 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 في المكرونة اللي بالبشاميل. اللحمة والمكرونة بيبقوا في كل جزء من الصينية، بجد بيديها طعم حلو قوي. هحط هنا برضو حوالي كبشة كده من البشاميل في الصينية واوزعها بالشكل ده اهو. والخطوة اللي انا عملتها معاكم بقى بعد قبل كده، وهي ان احنا طبعا هنرش رشة من البقسماط الناعم، بيديها طعم حلو قوي. هننزل بقى بنص كمية المكرونة ونوزعها كويس في الصينية بكل سهولة زي ما انتم شايفين كده. اجمل صينية مكرونة تاكليها، بجد طعمها تحفة. خطوة انك تحطي بشاميل ولحمة على المكرونة ده بيديها تست حلو قوي قوي، وبتبقى مختلفة عن انك تحطي لحمة في النص بس او بشاميل بس. بعد كده بقى ننزل بكل كمية اللحمة اللي معانا، نفردها كويس ونوزعها كده على كل الصينية. كمية اللحمة طبعا حسب رغبتك، اكتر او اقل مفيش مشكلة، طبعا حسب امكانياتك او اللي في مقدرتك تعمليه. بعد كده ننزل بباقي كمية المكرونة، نوزعها بقى كويس. ما تخليش سمك صينية المكرونة مرتفع قوي، يعني خليها كده في المتوسط، ما تبقاش عالية قوي ولا قليلة قوي، وهي متوسطة كده بتبقى حلوة جدا. هتوزعي كل المكرونة بالشكل ده بالتساوي كده، تخليش جزء اعلى من جزء. خلصنا بقى، ننزل بالبشاميل اللي معانا. كل كمية البشاميل شايفين هو خفيف ازاي، بس بيبقى طعمه في منتهى الجمال. نوزعه برضو كويس كده على الصينية. خلاص جاهزة معانا، لا بحط بيض ولا بحط اي حاجة خالص، ولا جبنة موتزاريلا ولا اي حاجة. حابة تضيفي جبنة موتزاريلا او شيدر او رومي مفيش مشكلة. هندخلها الفرن في الرف السفلي على درجة حرارة 200، مشغلة من تحت ومن فوق لحد بقى ما تستوي معانا وتاخد لون جميل. احنا بس عايزينها تاخد لون وكل حاجة تتجانس مع بعض، هي كده كده كل المكونات مستوية. نشوف البط بقى الجميل ده ما شاء الله. هنا كنت حطيت نص ليمونة، ما شاء الله اللهم بارك، شكله في منتهى الجمال. الشوربة طعمها حلو قوي. في المرحلة دي بقى خلاص لقيناه استوى، نبدأ ان احنا نضيف له الملح حسب رغبتك برضو. ندي تقليبة بسيطة بس عشان الملح يتوزع معانا، ونغطي ونسيبه كده حوالي ربع ساعة عشان طبعا يتطعم معانا. وخلاص يبقى جاهز وهنشوفه مع بعض. شوف بقى كده، نشوف السوا بتاعه ما شاء الله. نشوف مع بعض، شايفين قد ايه طري ودايب، اللهم بارك. هو كان سخن بس ما كنتش مستحملاه. خلاص كده نطفي عليه ونشيله من الحلة، ويبقى كده خلاص استوى معانا. يلا نشوف بقى صينية المكرونة وجمالها، اللهم بارك على اللون الجميل والطعم الحلو، طعمها بجد في منتهى الجمال. يلا نقول بسم الله ونقطعها مع بعض. التقطيع طبعا برضو حسب ما انت حابة، قطع كبيرة او قطع صغيرة. شايفين الجمال بقى ما شاء الله، تحفة. الله على الجمال بجد. نبدأ بقى نسلك الجوانب بالشكل ده في السكينة.
عشان تطلع معانا بكل سهولة. داير ما يدور كده. انا واثقة انكم لو جربتوها بطريقتي بجد هتدمنوها ومش هتعملوها غير بالطريقة دي، لان بجد طعمها في منتهى الجمال، لذيذة قوي قوي قوي. يلا نطلع قطعة مع بعض كده ونشوف. عايزة اقولكم ان هنا كانت لسه سخنة جدا، فطبيعي ان يكون البشاميل لسه سايل شوية، بس طبعا لما بتبرد بتتماسك وبتبقى حلوة قوي. طبعا شايفين البخار، شايفين الجمال ما شاء الله، روعة. جربوها بالطريقة دي وانا واثقة انكم هتدعولي. طبعا لو الطريقة دي عجبتكم ما تنسوش تحطولي اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة.